طيب ناس كتيرة من ساعة فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية قلقانة وبتقول طب هيعمل ايه، طب المهاجرين، طب الوضع بتاع البلد، طب هو هيبقى وحش هيبقى كويس، ايه الدنيا؟ الحقيقة هو دونالد ترامب يعني دايما كان بيتكلم في خطاباته وتوجهاته وحتى في فترة الرئاسة الأولانية ضد المهاجرين الغير شرعيين. يعني الناس الموجودة معاهم جرين كارد، أو طبعا معاهم اللي معاه جنسية طبعا اوريدي، ما هو ملوش علاقة بالموضوع، معاه سوشيال سيكيورتي ومعاه مثلا ورك اوثرايزيشن او ورك بيرميت اللي هو تصريح العمل، او يعني موجودين بشكل رسمي، او عندهم كيس، عندهم ستاتس، عاملين قضية، عندهم حاجة، بيعملوا حاجة. في الحالة ديت انت بره المشكلة. المشكلة بتبقى مركزة بشكل أكبر على الناس اللي معهمش ورق. هم دول اللي هيبقى عندهم مشكلة إلى حد ما، خصوصا الناس اللي ممكن تعمل مشاكل زيادة. يعني في ناس بتيجي بتشتغل بشكل غير قانوني، يعني مش يعني ايه بتشتغل بشكل غير قانوني؟ في ناس بتروح تعمل حاجات مزيفة، ورق مزيف بيستخدموه في الشغل. دول اكتر ناس ممكن يبقى عندهم مشكلة كبيرة. يعني دول اكتر ناس ممكن يكون عندهم مشكلة كبيرة. الغير قانونيين اللي معهمش ورق بشكل كامل وموجودين في حتت كتيرة ممكن يعملوا مشاكل، دول هيبقوا برضو يعني ممكن يحصل لهم مشاكل وترحيلات وحاجات زي كده. طيب الأحسن حل لأي حد موجود معهوش ورق إن هو يبدأ يعمل ورق. يعني أحسن حل، أنت عندك وقت دلوقتي لغاية لما هو يمسك الرئاسة، ابدأ يعمل ورق. يعني يبدأ يعمل ورق، يعني شوف أنت هتعمل إيه اعمله. اللي عايز يرفع قضية يبدأ يرفع قضية، اللي عايز يعمل مش حاجة يبدأ يعملها دلوقتي. لكن لو أنت هتستنى فأنت كده هتعرض نفسك لمشاكل محتملة. لكن اللي عنده اوريدي ورق بشكل ما، او عنده مثلا اقامه دايمه زي جرين كارد، او هو يعني معاه جرين كارد سواء مؤقت او دائم او اي حاجه بالشكل دوت، فانت اوريدي في الامان يعني. اللي بيحصل ان المحتمل ان يبقى الاجراءات بتاعه معاملات الهجرة ممكن تكون أصعب وأبطأ. يعني في آخر فترة، خصوصا في آخر فترة في حكم بايدن، إجراءات زي إجراءات الجنسية وزي إجراءات الحاجات دي كانت تخلص بسرعة. أنا سمعت كمان في ناس خلصت إجراءات الجنسية مثلا في شهر ونص وحاجات زي كده يعني. أنا شخصيا لما قدمت أنا قدمت في أواخر ديسمبر وعملت الامتحان وعملت القسم وخدت الجنسية في أول مارس، ف3 شهور تقريبا، 3 شهور وشوية. أيام دونالد ترامب كان الموضوع بيطول، بيجي يوصل لسنة. هل ده هيرجع تاني؟ ممكن. هي طبعا في مشاكل كبيرة، ان في ضغط كبير جدا في إدارة الهجرة، ده عامل أزمة كبيرة يعني أصلا اوريدي. فلما تحصل ضغط زيادة فالموضوع ممكن يزيد. طب ايه الايجابي في المتوقع في فتره دونالد ترامب؟ دونالد ترامب ضد الحروب، فهو هيدور على السلام، فهيوقف المشاكل الموجوده في العالم. كويس. مش معنى كده ان هو كويس او بايدن وحش، او الاثنين اصلا يعني اختيارات مش كويسه، لكن هو هيوقف الحروب اللي موجوده في العالم، وده شيء مهم جدا وكويس جدا يعني. مش معنى كده ان هو عشان خاطر حد معين، ده هو يوقفها عشان هو شايف ان ديت شيء غلط، وهو فعلا شيء غلط يعني. فهيوقف الحروب في العالم. كويس. ده هيشتغل عليه على طول يعني. وهو اوريدي بعت خلى بالتليفون من السكرتارية بتاعته اتصلت بمكتب نتنياهو، قال له قبل ما ادخل المكتب البيضاوي، قبل ما يدخل البيت الابيض، المكتب البيضاوي في البيت الابيض، لازم تكون الحرب دي خالصة. كويس. فده شيء كويس. الاقتصاد هو مش هيصرف في حاجات ملهاش لازمة، هيضيع فلوس دافعي الضرائب في حاجات خارجية، هم هيمنع كل الكلام ده، فيعمل تحسن كبير في الاقتصاد. التحسن ده هيأثر على جميع الناس، يعني هتحس بفرق عند كل الناس.
هو يعني في فرق بين دونالد ترامب وجو بايدن، ان جو بايدن هي فتره من اسوأ الفترات اللي عاشتها، يعني اسوأ فترات الرئاسه اللي عاشتها امريكا تحت جو بايدن. جو بايدن عمل كل حاجه ممكن ما تكونش صح. الاقتصاد خرب الاقتصاد، الناس بتعاني. طبعا الشعب الامريكي متعود على الرفاهيه، فان الشعب الامريكي يوصل ان هو يبقى كله عنده مشاكل، وعنده كريدتس كتيره، وعنده كريدت كاردز فيها حاجات كتيره، وعنده مشاكل في الدفع، وعنده مشاكل في السكن، وعنده مشاكل مش عارف مين، وكل حاجه بقت غاليه. اسعار الايجارات بقت غاليه جدا، احيانا توصل 60 و70% زياده، وفي حتت بتوصل 100% زياده و150% زياده عن الاسعار قبل كده، غير اسعار البيوت واسعار الرهن العقاري اللي هو المارجج، غير اسعار السلع. لما تروح السوبر ماركت الحاجه اللي انت كنت بتشتريها، يعني زمان كان انا اول ما جيت امريكا كان في كرتونه البيض الصغيره كان في بتنزل ب 90 سنت بدولار، واحيانا بتنزل في عروض ب 65 سنت و65 سنت و70 سنت وحاجات زي كده. يعني النهارده ما فيش، الحاجات كلها بفلوس. تدخل السوبر ماركت، يعني اول ما جيت كان ممكن تروح السوبر ماركت تجيب مثلا 60 70 دولار شويه حاجات كده تمشي البيت اسبوع، كام يوم يعني، من غير اللحوم بس، يعني شويه حاجات كده صغيره لطيفه. النهارده تدخل السوبر ماركت 200 دولار 300 دولار 400 دولار وانت ما جبتش حاجه. فالاسعار بقت رهيبه، ففي فرق كبير دلوقتي عن الاول، ان الشعب الامريكي حس بيه. دونالد ترامب المفروض ان هو يعمل تأثير كبير. لو عمل تغيير في الاقتصاد حقيقي وانتعاش حقيقي في الاقتصاد، هيأثر على اقتصاد العالم كله، لان اقتصاد العالم كله مربوط بالاقتصاد الامريكي. فهي دي الفكرة. فزي ما قلنا يعني هو مش احسن حاجة، بس هو هيعمل فرق كبير عن فترة سيئة جدا. الناس كلها طفشت من الحزب الديمقراطي من فترة بايدن. فترة بايدن دي من أسوأ الفترات. يعني أنا شخصيا اللي عشرتها جوه أمريكا من ساعة لما جيت أمريكا، أنا بقالي تقريبا 10 سنين. يعني دي أنا عديت ال10 سنين في أمريكا، فدي أكتر فترة أنا شفتها سيئة يعني في الاقتصاد حقيقي. يعني الناس كلها بتعاني، وأتمنى يعني إن احنا نشوف حاجة كويسة معاه. هي مشكلة هاريس دايما، طبعا انا بفكر تاني ان هي كانت مش بتقول، ما عندهاش حلول، مش بتقول حاجة جديدة. هي عايزة تمشي على نفس سياسة بايدن اللي الناس كلها اصلا طفشت منها. يعني هي دي المشكلة الاساسية، ان هي عايزة تمشي على نفس السياسة اللي الناس طفشت منها، فما كانش عندها اصلا حاجة جديدة. في ناس كتيرة متأثرة بخسارتها، خصوصا جيل الشباب. يعني جيل الشباب هنا الصغير في جزء كبير جدا منه اتأثر بشكل كبير جدا بخسارتها. هتلاقوا في بيوت كتيرة يعني خصوصا الأطفال المراهقين هتلاقيهم متأثرين بشكل كبير جدا، يعني زعلانين بشكل كبير، لأن هما شايفين إن بايدن أو يعني الحزب الديمقراطي بيدعم الأقليات أكتر. لكن هو مشكلة الحزب الديمقراطي إن هو بدأ يدخل في مراحل في اللامنطقية كبيرة جدا، خصوصا ان الاهالي بقى عندهم مشاكل مش بس اقتصاديه. قصص التحول الجنسي والحاجات ديت دي من اكبر المشاكل اللي خلت اهالي كتيره خايفين على عيالهم وعلى مستقبلهم. القصص ديت المجتمع الامريكي مجتمع محافظ، مش يعني محافظ الى حد كبير كويس، غير المجتمع الاوروبي، غير مجتمعات تانية. فهم شافوا ان كله كان شايف ان طب عيالنا، طب يعني ايه ان انت تخلي في المدارس ان هم لو طفل عايز يتحول جنسيا يقدر يعمل دوت من غير موافقة الاهل، ومن غير ما يعرفوا الاهل، ومن غير اي حاجة، وغصبا عن الاهل. يعني ايه الكلام ده؟ ففي كلام كتيرة يعني كان عجيب. فهنشوف الدنيا هتمشي لغاية فين، وربنا يوفق الجميع وما تخافوش، وكل حاجة بتعدي، كل حاجة ان شاء الله تبقى كويسة. ويومكم سعيد، مع السلامة.